السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة بالشوكولاتة وعليها كاستر، وهنزينوها كده تزيين بسيط خالص عشان تبقى معانا قطعة جاتوه في منتهى الجمال. كيكة هشة وناجحة جدا. قبل ما ابتدي الفيديو ياريت تشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفوني، وتفعلوا زر الجرس على الكل، ومتنسوش تحطوا لايك للفيديو دوا. تعالوا مع بعض نشوفوا مقدارنا ايه للكيكة القمر دي. اول حاجه بقى معايا في المقادير، معايا كوبايتين من الدقيق. دي اول كوبايه هبتدي ان انا انخلهم زي ما انتوا شايفين كده، ودي هتبقى اول نخله للدقيق. انا بنخل دي نخله مرتين. دي كده الكوبايه التانية معايا، وهبتدي ان انا اضيف عليها كيس من الكيك شيف او بيكنج باودر، بس كيك شيف احسن عشان بيبقى محسن وبيكنج باودر مع بعض. كده نخلت كوبايتين من الدقيق، الكوباية المعيارية، او طبعا هتستعملوا المج الشاي العادي. ايا كان ايه هي الكوباية، المهم ان انتوا تستعملوها في كل المقادير بتاعتكم النهاردة. ده زي ما احنا عارفين. دلوقتي بقى ضفت معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني. بعد ما ضفت البيكنج باودر والكوبايتين من الدقيق، معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني، وما تنسوش كمان رشة الملح بتاعت كل الكيكات. دلوقتي هضيفها وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين عشان كل المواد الجافة تختلط ببعض. هقلبهم كويس جدا وكده احنا خلصنا. هبتدي اشتغل في المواد السايلة. معايا بيضتين بس للكيكة دي، مش هستعمل اكتر من بيضتين يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونوش لسه خارجين من التلاجة. وهضيف عليهم باكت من الفانيليا. عايزين تحطوا فانيليا سايلة مفيش اي مشكلة، وعليهم كوباية من السكر زي ما انتوا شايفين. وطبعا ما تنسوش معلقة الخل الكبيرة. هبتدي ان انا اضربهم. عايزين بقى تضربوهم في الخلاط مفيش مشكلة، عايزين تضربوهم بالمضرب اليدوي بردك مفيش مشكلة. انا النهاردة اشتغلت بالمضرب الكهربائي. يعني انا كده كل مرة بغير، مرة اشتغلها كده اللي بلاقيه قدامي او سهل عليا يعني. فانا النهاردة حبيت ان اشتغلها بالمضرب الكهربائي. اول ما عمل فوم ابيض كده شوية ودابوا كده مع بعض السكر مع البيض، ببتدي ان انا انزل بنص كوباية من الزيت. نص كوباية من الزيت. المقادير اقتصادية جدا، وان شاء الله تبقى موجودة ان شاء الله في كل بيت. يعني نص كوباية الزيت على كوباية، على ما كوباية السكر، على البيضتين ومعلقة الخل والفانيليا. دلوقتي بقى ببتدي ان انا انزل بالزبدية. انا عاملاها بحاجات بسيطة كده، ان شاء الله ما تبقاش مكلفة عليكم ان شاء الله يعني. هي هتبقى تورتاية حلوة كده، يعني تزيين بسيط جدا. طبعا تقدري ان انت ما تزينهاش. يعني انا دلوقتي حطيت واحدة زبادي بلدي، وبردك بدوبها كده معاهم. اول ما دابت كده خالص نزلت بنص كوبايه من اللبن. تقدري تحطي نص كوبايه من الميه او من عصير البرتقال لو انتي مش متواجد عندك اللبن. دلوقتي بقى المواد الجافه قلبتهم مع بعض، وانا حطيت عليهم معلقه من النشا. انا وريتها لكم دلوقتي بس هي عشان كانت متسرعه ما بنتش، بس انا حطيت عليهم معلقه من النشا. تقدري برضك ما تضيفوش. انا ما ضفتهاش في الاول لان انا نسيتها، فانا حطيتها دلوقتي. خلطتهم مع بعض كويس جدا، وانا نخلتهم. قلت لكم ان انا خلطهم مره تانية، بس طبعا ما جبتهاش يعني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. عشان اهم حاجة تنخلوهم بعد ما خلصت كل المواد الجافة واتخلطت كويس جدا. دلوقتي في الاخر خالص بنزل بنص كوباية مية مغلية. مية مغلية بتطلع بخور زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بيها وهقلب بقى كده في الاخر كل الخليط مع بعضه، وهنزل كده اللي في الجوانب، واتاكد خالص اني ال- الخليط بتاعي بقى سايل زي ما انتوا شايفين. ما يبقاش تخين قوي ولا خفيف قوي. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم الخليط شكله عامل ازاي. وهبتدي ان انا انزله في صينيه ما تغلفها بالزيت والدقيق، او عليها ورق زبده. وهي مقاس 24. انتوا عايزين تحطوها في مقاس اصغر مفيش اي مشكله، هتطلع معاكم اعلى. بعد ما دخلتها على درجه حراره 180، فرن متسخن مسبقا، قعدت معايا نص ساعة أو ساعة، يعني نص ساعة وخمس دقايق. بس كده اختبرتها وخرجتها. دلوقتي هنعمل مع بعض الكاستر. معايا معلقتين من الكاستر الشوكولاتة، عليهم كوباية من اللبن، وعليهم معلقة من السكر.
هدوبهم كويس جدا مع بعض. ولو ما عندكيش كاستر شوكولاته، انا الخليط ده كنت عاملاه معاكم في كذا حاجه، ممكن تستبدليه بمعلقه كاكاو خام ومعلقه نشا. بعد ما رفعته على النار تقل معايا زي ما انتوا شايفين، وبس هو كده بقى جاهز معايا ان انا هضيفه على الكيكه. الكيكه طبعا هي بردت، انا طلعتها من الصينيه، الفتحه اللي فيها من فوق دي ما فيهاش اي مشكله عادي. انا بقى هعمل لها فتحات تانية عشان الصوص يبقى يدخل جواها الكاستر كده، وتبقى طعمها من جوه كمان، يعني فيها حتت كده تبقى الكاستر فيها ياما. بجيب بقى غطا صغنن او بمعلقه او اي حاجه بعمل فيها فتحات صغننه كده، بخرج منها حتت القطع الكيك المكان الغطا، وعملت كذا فتحة فيها كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي ان انا اضيف عليها الكاستر اللي احنا عملناه مع بعض وهو سخن. الكاستر وهو سخن بينزل عليها بيطريها، وبتبقى جوسي كده وبتبقى جميلة جدا. هي بتبقى باردة، والكاستر ده بيبقى سخن، ما تنزلهوش عليها وهي سخنة، لازم تبرد شوية. تمام. ببتدي بقى ان انا احطها عليها من فوق كده. هي يعني ايه شكلها، يعني ظريف شوية. إيه طبعا ده مش تزيين، يعني حاجة مش تزيين جامد، يعني ده حاجات بسيطة كده. بس لما بتتقطع بيبقى شكلها جميل، القطع بيبقى شكلها حلو. انا حطيته عليها كده من فوق زي ما انتوا شايفين، سويته كده بالمعلقة. يعني دي اسهل حاجة لما تقطعيها وتديها مثلا قدام ضيوف او حتى لاولادك، بيبقى شكلها جميل قوي. طبعا فاكهة الموسم اللي تنفع مع الشوكولاتة هي الموز. فانا قطعت قطع موز زي ما انتوا شايفين حلقات كده، وابتديت ان انا اضيفها من فوق، وطعم الموز مع الشوكولاتة بيبقى جامد جدا. وابتديت ان انا اضيفه كده من فوق بالتساوي كده، عملت زي شكل كده ايه دائري كده، لفيته حوالينها، وحطيت كمان كده في النص. يعني حاجات بسيطة جدا، بس لما بتتقطع وتبقى القطع هتشوفوها لما هقطعها بقى شكلها حلو. حطيته كده من فوق، وكمان كان عطيها طعم جميل. طبعا القطع اللي طلعت من الكيكة مش هنرميها، فاحنا بردك هنزين بيها، ومحدش يكتب لي كومنتات على التزيين اللي انا عاملاه، لان دي حاجة بسيطة. وقولوا لي رأيكم فيها، والله شكلها حلو يا جماعة. بصوا بقى، شوية كاستر كده سبتهم يبردوا شوية، وحطيتهم في كيس حلواني، وابتديت ان انا اعمل فيه عليها خطوط كده من فوق. يعني يعني بصوا اعتبروا ان ده صوص شوكولاته. تمام. يا جماعه هي حاجه اقتصاديه كده، وحاجه ظريفه كده، يعني حاجه للبيت، احنا مش مطلعينها بره، فطلعوا بقى فاهمين كل الفنون اللي جواكم. هي حاجه كده بصوا من نفس الحاجة، يعني الكاستر حطيته شوية، بس هو جامد والله، كان شكلها حلو. ولما اتقطعت بردك وكمان طعمه جامد جدا، تقدروا تضيفوا عليه شوكولاتة خام، يعني قطع شوكولاتة عادية، وتدوبوها جواها بردك بيبقى طعمه جميل. بصوا شكلها بقى حلو، وطعمها كمان كان في منتهى الجمال. وكان عندي بقى كريز ابيض كده، قلت يعني بردك ايه اديها شوية كده يفتحوا الشكل شوية، برضك عطاها شكل حلو ومنتهى الجمال والله العظيم. ايه رأيكم؟ دلوقتي بقى اقطعها واوريها لكم من جوه. مستنية رأيكم فيها، بس ان شاء الله تعجبكم، ومش مهم الشكل، المهم الطعم. بس هي شكلها حلو وطعمها حلو عشان انا اللي عاملاها يا جماعة. قولوا لي ايه رأيكم بقى، يلا. بصوا بقى الفتحات اللي احنا عملناها، الكاستر بقى نازل فيها كده، والصراحة شكلها جميل جدا، الموز مع الشوكولاتة والكاستر طعمه جميل جدا. اتمنى تعجبكم، واتمنى اكون خفيفة عليكم، وطبعا تقدروا ما تزينوهاش. وقولوا لي رأيكم بقى في كومنت، بتنسوش. واشوفكم فيديو جديد، واقول لكم مع السلامة، باي باي.